تناقض الفتاوى حول قتل المتظاهرين بين الشيخ محمد ولد سيدي يحيى والشيخ ولد صالح. أصدر الإمام محمد ولد سيدي يحيى فتوى تحرم على رجال الأمن قتل المتظاهرين بناء على أوامر قادتهم، مؤكدا على ضرورة قتل القاتل ومعاقبة قائده إلا إذا كان القتل مبررا شرعا. في المقابل أفتى الشيخ ولد صالح الأمين العام لهيئة العلماء الموريتانيين بجواز قمع المتظاهرين ولو أدى ذلك إلى قتلهم. هذا التباين يعيد للأذهان فتوى العلماء في السبعينيات التي أجازت قتل ثلث شباب الكادحين لإصلاح الثلثين المتبقين. ويعدلها ما عنده له يعدل، مو فاصل. بعض العلماء قال المندرة لقاه صندري مثلا والله إذا شات وامر بأنه يقتل لقاه مندرة كانوا جايز ويقتل. قالوا معنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تعود ما كانت في الشريعة ما يكتروا أبدا ونية يكتروا يلا ينقتلوا ويلا يعاقب ذاك اللي يعطيه الأوامر، يقتل القاتل ويعاقب ذاك اللي يعطي الأوامر. أما أنه لا يلقى ماشي، هذا هو الفوضى. كي يحاول بعض الوجه اليوم يروج أنه رجال نعودهم مظاهرة والله كذا، أنه يرتو وعاقب الشد العقاب ويلا ينقتل. هذا أمر غريب وعجيب. هذه دعوة إلى الفتنة. صندري سابق الصندري يلا يعرف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا عاد حاكم ولا عاد والي، وباب يهز مناك موتوه يتملى الأوامر وأنا شاتني أوامر. أيوه أراهي شاتكم ملي قبل ذلك أوامر من رب العالمين، ما أطيع المخلوق. وما في حد عنده حق في أنه يطيع مخلوق في المعصية. يا غير الطاعة هي كاتبت الشريعة والله تعاوني كامل، يا غير لا تو يكل فوضى. وحد كامل يقول يا نوع روجه يرعى لا يعود قاعد مشجع على البلاء، شجع على الفتن، الدنيا تتفارق بيناتهم، وهذا خطير للغاية. فهو معايا مرواركم هذه مسألة خطيرة غريبة ضرك في العالم، غريبة ضرك في العالم، لأن العالم اليوم عاد فيه الديمقراطية وحرية الإنسان وحرية كذا وكذا من الحرية والمنية اللي فيه. الغريب أنه نيني واحد يعود في المعارضة ويقول كلمة ما يالط يقولها والله يعدل عمل ما كذا، أنه ينقال لك يالط بين ما يقول هذا. هو نين أعطاه الحرية، عاد قاع الرئيس والمسؤول هو اللي عاطيه لذن في أنه يقول يحيبه. انت اللي فتحت له المجال، معناه انك شرعت له انه يحيبك ويكتب فيك. يا غير هم اللي يطبقوا لا هكا وهي فايده الحريه وكاي كاي وتمنى وتاي تربيه. يا غير ان انت تتخطى كذا وكذا ويشاك تعود مجرم. بس سابق يعدلوا الديمقراطيه قالوا لا تخرج على السلطان وما كذا ويمرد تناقض. يا غير يعطوه الحريه وعود الحريه فيها المنيه. هذا غريب. وراءكم هذا الكلام ما يردكم تمشوا عليه به اللي من حد ما يعرف الديمقراطيه. على واحد منكم يشو طبقوا الليله والله يدعم سهل يقول انا ما نبله الديمقراطيه. هذا بعد هو اللي نعرف يعني قصه تسولوها للديمقراطيه. الواحد يتم يكذب اله ويكذب هك ويخادع. ايوه ذو كهل سولوا هالشيء محال يخبر ذلك. يحلونه عاما ويحرمونه عاما. واحد مرة يقول لك هذا حق له، هذا مضمون له الدستور، هذا ضامن له القانون، ما تعلم منين يولي عليك ويقول لك لا ما مسموح به. ليه؟ أعطيتوها وانتم عاد قاضينها. الله يلطف، الله يعملوا ما يخصينا. أرواح المسلمين معصوم، ما يعرض لها تحت أي ضرب، ما هو بنصوص قاطعة. حتى اجتهادات الناس ما هي مقبولة به. إذا العالم متى يجتهد قالوا هنا بأن الروح محفوظة شرعا
ولاد قد يفتح شورها الباب ما هو بنص الأمة الشرعي. ولذلك القرآن يتكلم عن قتل الأرواح يقول ولا تقتلوا النفس، ما قال القرآن ولا تقتلوا النفس إلا بالحق. سابق يقول انه قد يقتل يقول بالحق، وعاقب ذاك التي حرم الله يذكرك من الحرام ذي المنطقة اللي دخلت فيها خطورة، وانما اللي ما يقدر حد يفتح يفتحه ما هو بالحق ينعود الباطل ويلك معايا. ولذلك فرعون ذكر القرآن عنه إجرامه وانه الدنيا لا يصوبها شور المعاصي، يقول فاستخف قومه فأطاعوه، عاد الأوامر وتوكاي كاي عدل وهذا الفرعوني يرعى فوضى ما يقول بها، يكون كبيان الناس اللي ما تدور فيها والفساد. يا غير كما تحفظ أنت ونحفظ لك مالك، حتى من المخلوق الآخر ونحفظ مالك ونحكم بيناتهم إلا بالحق. شو أسمعت؟ ونعود مولانا يقول للنبي نبي والله رسول يا داود عليه السلام، قل له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما شئت، لا اللي قال لك راسك، فاحكم بين الناس بالحق. يعود رب العالمين يقيد الأنبياء أنهم لا الحق، ويقيد النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق. يعني يشوف وحدين لا يبايعوه لا يدخلوا الإسلام يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك مطلقا لا يعصينك إلا في معروف، يعني يتعدى المنكر يعصونك أقبال على طول.